وليد الركراكي انتهت حكايته مع المنتخب، فقط هناك انتظار للإعلان الرسمي في نهاية الأمر رغم النفي. هل هو طارق سكيتيوي؟ هل هو تشافي كما يعني تدلنا مهدي فودي من الرباط؟ مهدي أهلا بك، مساء الخير. يبدو أننا بتنا أمام مسلسل من التسريبات والشائعات أو أخبار الاستقالة أو الإقالة لوليد الركراكي، وبعد ذلك مباشرة هناك بيان للنفي. إذا بات الأمر مكررا. بكل تأكيد يوسف، مساء الخير لك ولناتالي. كما ذكرت ناتالي قبل أقل من 3 أسابيع كانت هنالك شائعات وأخبار متداولة حول تقديم المدرب وليد الركراكي لاستقالته، ونفت الجامعة الملكية هذه الأخبار عبر بيان رسمي. لكن اليوم عادت الأخبار لتطفو على السطح حول الانفصال، حول التوصل إلى اتفاق نهائي للانفصال مع وليد الركراكي. وكانت المفاجأة بإصدار بيان يفيد بأن كل هذه الشائعات هي خاطئة، وبالتالي حصل النفي للمرة الثانية في شهر واحد. هذا الموقف رغم أنه يشكل ربما يهدف إلى كبح الشائعات، إلى أنه في نفس الوقت يظل غامضا وقصيرا بحسب المتتبعين. البيان اكتفى بنفي الشائعات دون التطرق بشكل واضح لمستقبل وليد الركراكي، دون تقديم أي مؤشرات ملموسة حول ما إذا كانت الجامعة تجدد ثقتها في عمل المدرب وبالتالي استمراره على رأس العارضة الفنية لأسود الأطلس. وهنا المفارقة يوسف، حصل ذلك في مناسبات سابقة مع مدربين آخرين. سنأخذ مثال فايد أليلوزيتش، حين أصدرت الجامعة بيان تنفي الشائعات حول الانفصال مع فاليد أليلوزيتش، وبعد فترة وجيزة عادت لتصدر بيان من أجل إعلان الانفصال عن فاليد أليلوزيتش، وجيء بعد ذلك بوليد الركراكي، وبقية القصة يعلمها الجميع. وبالتالي بعض المتتبعين يرون أن هذا البيان، بيان اليوم، ربما ليس معيارا حقيقيا لاستمرار وليد الركراكي على رأس العارضة الفنية. ربما هنالك نعم يوسف. كل ما زاد الوقت تزداد الحيرة. الآن عن البديل المحتمل، المدرب المقبل، هناك قراءات في المغرب تقول بأنه وليد الركراكي انتهت حكايته مع المنتخب، فقط هناك انتظار للإعلان الرسمي في نهاية الأمر رغم النفي. هل هو طارق سكيتيوي؟ هل هو تشافي كما يعني يتداول الآن في وسائل الإعلام المغربية؟ أي مدرب أقرب؟ هل مدرب مغربي أم مدرب أجنبي؟ وفي الحقيقة الوقت يداهم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. المرحلة المقبلة هي مرحلة حساسة، هنالك توقف دولي في نهاية شهر مارس، مباراتان وديتان في إسبانيا وفرنسا ستحددان معالم المرحلة القادمة والاستعداد للاستحقاق المونديالي. ربما الجامعة سيتعين عليها اتخاذ قرارات سريعة من أجل ضمان الاستعداد والتحضير في أفضل الظروف الممكنة في ظل تزايد الضغوطات الإعلامية والشكوك حول مستقبل المدرب. هنالك حديث عن مفاوضات مع تشافي هرنانديز، كذلك أخبار عن إمكانية الاعتماد على طارق السكتيوي، وكذلك وهبي مساعد له على رأس العارضة الفنية للمنتخب. كل هذه تبقى أخبار وشائعات ما دام المدرب وليد الركراكي لازال مستمرا مع المنتخب المغربي. وكلمة السر في هذه القضايا المهمة يوسف هو الصبر. سننتظر الأيام القليلة المقبلة ستحسم في أمر ومصير المدرب وليد الركراكي، ما إذا كان سيقود أسود الأطلس في مونديال أمريكا، المكسيك وكندا، أم ستستنجد الجامعة ببديل آخر. هل هو تشافي هرنانديز أو هو طارق السكتيوي؟ سننتظر